هذا محل اسمه الجرف الذي بقي الجيش مع أسامة بن زيد مستعدين يذهبوا بلاد الشام، وبقي أسامة ما سافرش والنبي صلى الله عليه وسلم مريض، وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم ابعثوا بعد أسامة، وبعد ما وهم في هذا فقال أصحابه ما قد نرسل الجيش لا بلاد الشام نفسر بابه. قال أبو بكر لا بد أن أنفذ الجيش الذي كان شكله وعبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو دخلوا لا عند أمهات المؤمنين ما يتصورش أبدا. فكان في رأي أبي بكر الخير، لأن الأعراب قالوا يهي عذا ندخل نغزي المدينة وننهبهم، عذا بيرسلوا جيش لبلاد الشام يحاربوا الروم، عذا ندخل لهم، كبروا من عينهم ما صديش يدخلوا المدينة. هذا الجرف عرفناه، ما يعرفوش الحجاج والزوار، لكن حين قد كنا نرافق بعض طلبة العلم الذي طلبوا العلم في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية، وقد كنا نسألهم أين هو الجرف كذا كذا، يقولوا هذه البقعة أين هو كذا وكذا. ها دخل في المدينة كده خارج المدينة، لكن العمران قد بيستاهل، قد بيصل العمران اللي عنده. لا محل خارج تعبان. يقول عندنا في صنعاء حد يقول الجراف ولا شيشية ولا بيت بعياد وهذا، والآن قد دخل في العاصمة، قد دخل في المدينة. ها كلما كان يقررهم المواقع هذه يخرجوا يروهم المدينة إلى الجامعة الإسلامية، ما حد يخرجهم، هم طلبة العلم هذا قد كانوا يسألوا الأساتذة والأساتذة يقولوا لهم. فلهذا نحن قد كنا نسألهم ورونا سقيفة بني ساعدة، ورونا كذا كذا، ورونا هذا كاسمه ثنية الوداع وغير هذا. قال وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات فترعه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فترعه عبد الله أيضا. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقاء لأنها مثقلة. الكراهة في لغة الصحابة والتابعين المراد بها المحرم، والشيء كراهة التنزيه. كانوا يطلقون لفظة الكراهة في أيام الصحابة والتابعين المراد به المحرم تحريم ظني الذي بطريق الاستنباط، مش هو تحريم قطعي يسموه مكروه. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما أن تقتل به ما هي الإنسية؟ الحيوانات الإنسية اللي هي الحيوانات اللي هي بيتربى بها الإنسان يعني. أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه ما يشبهش هذا، إلا إذا قد أصبحت متعصية الثور العرقي، يسمى عندنا الثور العرقي طبقة هذا، بعد يكفز الجزر فوقه هو عياله والشقة حقه ولا يستر أبدا، يراكض وما يقطع السلب يقطع الحب ويهرب. فالشريعة تقول لا مانع أنهم يذبحوه يربى أينما كان أو يطعنوا أينما كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كأن للإبل عوابد مثل عوابد الوحش، فإذا نتت وفعلت هكذا فاقتلوها على أي صفة كانت. ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خازك وبلغ الوقعات الآن أكل. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى. وبعدين لا يرتبش،
هو يسمي الله حال ما يجري البندق، حال ما قد عادي يقول بسم الله الله أكبر ويضرب، حال ما هذا يشبه هكذا. ولا يرسل الكلب على المعلب يقول بسم الله ويقفز الكلب هذا، والكلب يصير التي، وبعدها هذا اسمه إذا يأكله، فإذا قد أكل منها الكلب فهو غير معلب فلا يأكل منه، وإذا لم يأكل الكلب منه فهو مذكى فليأكل منه. الدليل يقول هذا يسمى هذا بناء على أن بعد يذكش بتصيد الطويلة ها تتصيد هذا شيء. واعتذري عن مالك نعم بتصيد ولكنها دجاج كانت تكثر هكذا، هذا يسمى القول بالموجب. واعتذري عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد فعاده عليه غيره من ماء أو كلب غير معلب لم يؤكل، لا بد أن يكون قد بات والذي أخذه كلب معلم، والكلب المعلم لا يأكل، فإذا أكل فليس بمعلم. ذلك الصيد إلا أن يكون صاحب الرابي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله، وأنه لا يكون للصيد حياة بعده. قال وسمعت مالكا يقول لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سامك ما لم يبت، فإذا بات فإنه يكره أكله. إذا قد أصبح منتن أو لقيت بين الماء فإنك لا تأكل منه، لأنه إنما مات يمكن أنه مات بالماء بالغرق. ها؟ لا، مهما قد أكل سقط تعليمه ووجوده وعدم على السواء، فإن أدركنا ذكينا وإلا فلا. منو؟ لكن الأحاديث تقول هكذا إنما صاده لنفسه، إذا أكل منه فهو محرم على صاحبه لأنه إنما صاده لنفسه. ما جاء في صيد المعلمات حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل. هذا عبد الله بن عمر. الأحاديث تقول إذا أكل فإنما صاد لنفسه وانكشف أنه غير معلم لأنه لم يعمل بعلمه. مهما أكل فلا يجوز ولو علم السنة لأنه انكشف أنه ما لسيش فيه التعلم. بس غير المعلم أصلا ها؟ غير المعلم لا تؤكل حتى لو ما أكلش يعني. وغير المعلم لا نأكل منه سواء أكل أو لم يأكل. واعتذري عن مالك أنه سمع نافعا يقول قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل. واعتذري عن مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال سعد كل وإن لم تبقى إلا بضعة واحدة. هذا آراء الصحابة وليست أحاديث مرفوعة. الأحاديث المرفوعة التي قرأناها في التراري وغيره تقول إذا أكل فهو قد اصطاد لنفسه
وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في الباز والعقاب والصقر وما أشبه ذلك إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت من بساطة إذا ذكر اسم الله على إرسالها. قال مالك وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب الباز أو من الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله. قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب الباز أو في الكلب فيترك صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتل الباز أو الكلب فإنه لا يحل أكله إلا إذا هزرنا منه وعد فيه أثار حياة وذبحنا بالسكين فلا بأس. قال مالك وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل أنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حرام لا بأس به وإن لم يذكه المسلم. هذا الأحاديث تدل على هذا. وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيد ذلك وذبيحته حرام لا بأس بأكله. أنا أرسلت الكلب المعلم وسميت الله وأرسلته وهو معلم ولا يضر إذا كان الكلب يملكه يهودي أو نصراني أو مجوسي مثل ما أستعير السكين من الكافر. وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى وإلا أن الذي أرسله كافر. وإنما مثل ذلك مثل فرس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك. فالكلب عبارة عن أنه آلة مثل السكين. الكلب الذي أرسلها المسلم وهو معلم وسماه فحكمه أننا نأكل منه لأنه أصبح معلما ولم يأكل منه. أما إذا كان كلب المسلم وأخذها الكافر فإنه لا يجوز أكله مثل ما إذا ذبح الكافر ذبيحة بسكين المسلم فهي لا تحل. أما إذا ذبح المسلم بسكين الكافر فهي حلال ولو ذمي. طيب إذا كان ذبيحة الذمي مباح يعني الذمي أرسل الكلب. كيف؟ ذمي كتابي أرسل الكلب. طب ما هو الذمي لو ذبح بنقل الذبيحة يعني. كيف؟ يعني من ذبيحة الذمي تحل. طيب مثل هذا أرسلوا الكلب أيضا. ذبيحة لكن صيد الذمي الحلال هذا ذبيحته فرق ما بينهم. مقتضى القياس هذا انهم يقولوا كانه زي الكافر لما ياخذ شفره المسلم. طيب لو الكتابي اخذ شفره المسلم وذبح بها هتحل الذبيحه ايه؟ فمقصد مقتضى هذا القياس انه هذا بناء على انه مجوسي. اما احنا ما شيء المجوس انما مقصد الكتابي. اما الكتابي فهو جائز. ولهذا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صيد البحر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الرحمن ابن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهى عن أكله. قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه
قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن ابن أبي هريرة أنه لا بأس به. في دليل على أن الإنسان إذا سئل بمسألة فأجاب ارتجالا وغلط فيها فعليه أن يستدرك. هذا سأل ابن أبي هريرة عبد الله بن عمر عما لفظ البحر، يعني عما رجبها البحر إلى الساحل، هل أكله؟ فقال لا تأكله. ثم ذكر فقال ائتوني بالمصحف فوجد فيه أحل لكم الصيد البحري وطعامه فأجازه، بل قد جاز أن يأكل الإنسان ميتة حيوان البحر. لا يجوز أكل الميتة إلا في ميتة البحر، فقد ورد الدليل على أنه حلال ميتته، هو الطهور مائه الحل ميتته على أي صفة كانت، لأن بعضهم قال ما قد أضاف به البحر فلا يجوز، وإن عادوا قد رسب فإنه يجوز أكله ولا إلا، لكن الحديث ضعيف. وأيضا قال علماء المذهب الهدوي الزيدي لا يجوز للإنسان أن يأكل من ميتة البحر إذا كان الحوت على هيئة وعلى صفة ما كان من الحيوانات البرية التي لا تؤكل. فمثل فرس البحر لا يؤكل لأنه يشبه من فرس البر، وفرس البر عند الحنفية والزيدية لا يؤكل. فكذلك لا يؤكل كل حيوان على هيئة الفرس، كذلك كلب البحر. هناك حيوان اسمه كلب البحر على صورة الكلب الصغير، هذا عند علماء المذهب الهدوي لا يؤكل لأنه على صفة حيوان في البر لا يؤكل وهو الكلب. كذلك ما يسمى ببنات البحر، موجود حيتان هيئة بنات في خصرها وقابتها مثل ما البنت، عند العدوية لا يؤكل لأنها تشبه الحيوانات الإنسية، مثل تشبه البنات من بني آدم، وبني آدم لا يؤكلون. هذا هو مذهب الهادوية. والجمهور قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجوز أكل ما كان في البحر من حيوانات البر، الحيوانات البحر، سواء قد كان ميت أو حي، وسواء قد كان على هيئة حيوان بري لا يؤكل أو على صفة ما يؤكل، لا فرق بين ذلك. قالوا بالقياس، قالوا هذا القياس مخالف للحديث، لأنه قال الحل ميتته ولم يفرق بين ما كان صورته مثل صورة الحيوان البري الذي لا يؤكل أو غيره. فالصحيح أن الحيوانات البحرية تؤكل على أي صفة كانت. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري. وكذلك اللي هي بعض الأحيان بعضهم يصيب بالكهرباء، بعضهم يصيب بالكهرباء يعني. كذلك
ميتتها ما في شيء يعني. حيوان البحر. بعض الصيادين في بعض الترع عندنا يجي يعمل نوع من الكهرباء بحيث ان تتكهرب الاسماك فتموت يعني. حكمها حكم الطافي عادي المباح مش كده؟ جائز. ما فيش حاجه. عندنا في حرب الديناميت. عندكم بما؟ لا مش عندنا يعني اللي بيجوا يصيدوا من روسيا وكذا في البحر الاحمر هذا بالديناميت. هم المصريين احنا سعد هم المصريين بيتعطوا المياه الإقليمية هكذا. بس احنا معتبرين الدولة كلها دولة إسلام ما عندناش حدود يعني. ما دام هذا فكلوا لنا مما رزقكم الله من كل شيء. تعالوا شلوا. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تمت سنة فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. التمساح والضفدع لا يجوز. مش شو بحري. هذا عند الإمام أحمد. التمساح والضفدع ليس ببحري، يعيشين في البر سواقي في المواني. البحري الذي إذا خرج للأرض اليابسة مات، هذا هو البحري. قال الشاعر عبد الرحمن الآنسي في الشعر الحميني: فإن تقل عادو يعيش فقل عيشت حوت يبس ترابه ومات. هذا الشعر الحميني الشعبي له أوزان غير أوزان الشعر العربي، وبأوصفها المحبوب وقال: فإن تقول عادو يعيش فقل عيش حوت يبس ترابه ومات. بمجرد ما يخرج الحوت لا بين التراب تلقعها الشمس والتراب ويموت. أما الضفدع والتمساح فهو بيخرج يلوي في سواقي. أنتم ما تعرفوا وش التمساح؟ ما كلكم ما تعرفوا وش التمساح إلا الدكتور محمد، وكذلك أثابكم الله. ولا هذا لا اليمنيين ما يعرفوا وش التمساح وما ما نشيش في التلفزيون نشيد بسرعة يفجع. يعيش في الماء ويعيش في البر. بعد أبو بيستر يعيش في البر فليس بحوتي ولا يجوز أكله، بس لا تغاثي النفس عشان أكله. أنا عرفته في مدينة إسواء عند الست العالي، صرت وافتجعت ما فيها شيء. ظنيت انكم شفتوه في حديقة الحيوان يعني. ما بصرت إلا بيمشي في سواحل البحر في السواقي في الأرض الرطبة هذه الذي في إسواء. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما رفض البحر بأسا. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجار كتبوا فسألوا مروان بن الحكم عما رفض البحر فقال: ليس به بأس. مروان بن الحكم قد ذهب يفتي هذا الشيء ليس به بأس. وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك. سواء ذات واضح إذ كنت بين بسر أنه كذا مروان بن الحكم قال: أنا أعتقد هكذا، لكن اذهبوا إلى زيد بن ثابت وإلى أبي هريرة فاسألوهما عن ذلك ثم أتوني فاخبروني ماذا يقولان. فأتوهما فسألهما فقالا: لا بأس به. فأتوا مروان فأخبروه فقال مروان: قد قلت لكم. قال مالك:
لا بأس بأكل الحيتان. وعدده في العلماء. مروان عدده في العلماء يعني. ما بيعده. المؤلفين. ما بيعدش في لي مسألة. ما هو الذي قال مروان؟ أنا لا أعرف عن مروان إلا أنه رمى طلحة بن عبيد الله. كانوا بيتحاربوا كلها حروب فتن هذه. كانت حروب فتن. ما فيها شيء. كان لا أعرف. يكون كتاب فيه إنه معدود في العلماء. خلاص. الحمد لله. مش كل أكثر في العيد الخطبة تقريبا. ما خلاف السنة. خطب على العيد خلاف السنة، خطب قبل ما يصلي، فقام له بعض أصحابه وانتقدوا أو ترى على أنه ليس بعالم، لكن سياسة الناس ما بينتظروش بيفلتوا ناوير علوم، فبنضطر أن احنا نقدمها. قالوا اجتهاد غلط يعني. اجتهاد غلط. قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور مع الحل ميتته. قال مالك وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. تحريم آكل ذي ناب من السباع، هذا قد خرج من باب الصيد ودخل في باب الأطعمة والأشربة. حتى ثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلب الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. كل ذي ناب من السباع لا يؤكل، مثل النمر ومثل الأسد وغيرها من السباع الذي تأكل تصطاد بأنيابها. وحدثني عن مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال مالك وهو الأمر عندنا. هذه مسألة إجماعية والأحاديث فيها صحيحة. ما يكره من أكل الدواء. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير. الثعبان لا أدري، الثعبان لا هو أن يدخله من الخبائث، وأما هو ما شو ذو بخالب مثل ما الطيور ولا ذي ناب، لكن هو من المستخبثات. أو حدثني عن مالك عن إسماعيل ما يكره من الدواء. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تبارك وتعالى في الأنعام ولتركبوا منها ومنها تأكلون. وقال تعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال مالك وسمعت أن البائس هو الفقير وأن المعتر هو الزائر. قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك والقانع والفقير أيضا. معانا أدلة صحيحة أحسن من الاستنباط الذي استنبطها الإمام مالك. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم خيبر في السنة
7 من الهجرة نهى عن أكل الحمير والبغال. نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد حرم، إن الله ورسوله قد حرم أكل البغال والحمير. قال فرأيت القدور ترجم وتلقى لأن فيها لحم الحمير والبغال. إيه ورد في بعض الكتب، في كتب السير قال والبغال. وبقينا في الخيل. اختلف العلماء في الخيل هل تؤكل أو لا، فذهب أبو حنيفة والهادي إلى أن الخيل لا تؤكل، وذهب الجمهور إلى أن الخيل تؤكل. والحديث الوارد في النهي عن أكل الخيل حديث ضعيف، والأصل الحل، فالظاهر هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الخيل تؤكل، وإنما المنهي عنه هو البغال والحمير. أما الخيل فهي تؤكل. والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الهادي قالوا لا تؤكل الخيل. البردون ماشي يشبه من الخيل. نعم، البراذي هي تقرب من الخيل في مشيها، فهي فصيل من فصول الخيل. الخيل عادهن فصائل. وأما البغل فالبغل مش هو جنس مستقل بنفسه، هو جنس متولد ما بين الحمار والفرس، أو ما بين الحصاء والعتاء. بعض البغال أبوهن حصاء وأمهن عتان بهيمة حماره، وبعضهن العكس. فإن عادم فصائل ما قدش فصائل مستقلة. البغال عاد جزء من الأجزاء يعملوا في مصر بغال. عندنا في اليمن لا يعملون بغال، إنما تضرب إلى الحبش دائما من أيام الأولين إلى قبل ثورة 26 سبتمبر بنحو 10 سنين أو 12 سنة عملوا في اليمن. بعد عملوا بغال الصغار، كانوا الحمار القوي وينزوا به على الفرس أو الحصان القوي على العتان البهيمة، ونتج منها بغال صغار. قوية يعني بتفيد في بعض الأمور. لأن سحب العربات. ما قد كان يسحبين المدافع في أيام الملكية إلا البغال. قد كان يسحب المدفع 4 أو بعضهم 6 وبعضهم 4 يسحبين المدفع الذي لا أكبر منه أبدا. المدافع الأصلية التي خلفها الأتراك، مش المدافع الحديثة الذي ضربها أخيرا. هذا المدافع الأصلية هذا قد كان تمشي ويمشي 6 بغال أو 6 من الخيل وهم راكبين فوقه ويمشي بالمدفع. ما يكره من أكل الطواب. قال ما جاء في جلود الميتة. شو مشوا من السباع. لو مشوا الخيل طفل واحد يسوقه، هذا ما كان له نعب من السباع المراد به من السباع المتوحشة الذي تأكل الحيوانات وتأكل
بني آدم. أما الخيل والبغال والحمير فإن يأكلين القضب والقصب، والطفل الواحد يسوق الجمل ويسوق الحصان. ويكون نظام ان مجرد وجود الناب دليل على الحرمه. المراد بالناب الذي يصطاد به ويأكل به. على هذا الإنسان ما هو ذو ناب. الإنسان نفسه هو ذو ناب. هم لو شيء. ما جاء في جلود الميتة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما حرم أكلها إنما حرم أكلها. وفي حديث آخر: دباغ الأديب يعني طهوره. وفي حديث آخر: إذا دبغ الأديب فقد طهر. فالصحيح أن الجلد إذا أراد الإنسان أن ينتفع به فليدبغه وينتفع به، حتى ولو كان جلد بقرة أو حصان أو أي حيوان ولو كان ميتا. وهذه مسألة خلافية، بعضهم استثنى الخنزير وبعضهم استثنى ما لا يؤكل إلى آخره. والصحيح أنه لا فرق بين ما يؤكل وما لا يؤكل، ولا فرق بين أن يكون خنزير أو كلب أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولفظة أيما أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر يعم كل شيء، خلافا للإمام أبي حنيفة. فيروى عن الإمام أبي حنيفة أنه قال ما أدري من أخرف أو من غيره، قال إن الخنزير والكلب، لأن الخنزير لا جلد له والكلب لأنه نجس ذات. ولكن أبا حنيفة بيروى عنه أن جلد الكلب يؤكل يطبخ ويطهر. في قصة الشافعي هذا في أكله في الطهارة تمينا هذا الآن في جلد البيت. هل جلد البيت إذا دبغت تطهر دائما أو لا يستثنى الكلب؟ بعضهم استثنى الكلب وبعضهم استثنى الخنزير. وأبو حنيفة هو ممن قالوا أنه يجوز أن الإنسان يلبس جلد كلب مدبوغ. ولأجل هذا ذلك العالم الشافعي المتعصب الذي صلى على مذهب الإمام الشافعي وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة، شارد الرخص الذي في مذهب أبي حنيفة وصلى بهن، والعزايم الناهية الطعيمات في مذهب الإمام الشافعي وعملهن. هذا السلطان محمود ابن سبكتكي سلطان الهند الذي فتح بلاد الهند والسند. السلطان محمود في القرن الرابع كان يملى عنده كتب الحديث، كتاب البخاري وكتاب مسلم، وهو حنفي. فمرة قال نجد أكثر الأحاديث موافق للإمام الشافعي مخالف للإمام أبو حنيفة.
بواحد حنفي متعصب كرهان وقعد، قال هذا معلوم أن مذهب أبو حنيفة الشافعي مخالف، وأن مذهب الشافعي على الأحاديث، وأنا مستعد أن أصلي لك على المذهبين. فقال صلى على مذهب أبو حنيفة، توضأ بماء نبيت ببلول زبيب في أيام الشمس الحارة والذبان حوشا عليه، وبعد ذلك لبس جلد كلب مدبوغ، ثم بعد ذلك كبر باللغة الفارسية، لأن الإمام أبو حنيفة يقول بأنه يجوز التكبير باللغة الفارسية، فقال خداي بياض، آية الله أكبر، خداي بمعنى الله أكبر، ثم لعب الصلاة على ما يشتي، وفي آخر التشهد ضرب ثم سلم، لأن الإمام أبو حنيفة قال التسليم ليس بواجب وإنما هو سنة. ثم صلى على مذهب الإمام الشافعي، شارب الماء النظيف ولبس القميص الجديد وكبر باللغة العربية واتى الناهيات، وقال هذا مثل. أنكر الحنفية، أتوا بالكتاب وعملا فيه واحد محايد، وأنا أرى لو كنت حاضر أو كنت قاضي أو غيره لا أحكم بتعزيز هذا الفقيه الذي شوه سمعة الإمام أبي حنيفة على فرض أنه قال به، قد قال بالجماعة آخرين وله أدلة. حديث في سنن أبي داود فأتيت بماء وفيه تمرة فنبذ التمرة ثم توضأ وقال تمرة طيبة وماء طهور، كما أنه في حديث المسيء صلاته لم يرد التسليم، كما مع أبو حنيفة أدل على ما ذهب إليه. العلماء قال لك قلت لكم 1000 مرة ومرة مشاني مثقف، ولا أنا عالم من علماء الطبيعة، ولا أنا عالم هذا اسمه. أنا عبارة عن 3 أو 4 أحاديث و3 أو 4 مسائل فقهية بيضل عنوان زلين قد عطلها الدكتور، جميع ما بين حاكيكم كله قد اتيتها في الدروس الماضية الذي قري فيها، وعضاء التالي التناسخ وأنه استنساخ، قد الاستنساخ ما قد رضيش بقى النصارى المتمدنين المتحضرين الماديين الملحدين الكفار الطبيعيين ما الذي لا يقولوا بالخالق قد نفوه ومنعوه، هذا فضلا عن المسلمين، فضلا عن بلاد العرب، فضلا عن اليمن، قد ننبع عليها كلها هكذا، ما قد احناش عند الاستنساخ. ما قال جوزه، يقول جوز زرع بعض الأعضاء، يعني ما جاب الزرع للاستنساخ. بيقول القاضي يحيى الدار جوز زرع بعض الأعضاء، يعني ماذا تعني محلكم؟ حاج هو بينك يمشي، لا أنا فيلسوف ولا أنا من علماء الطبيعة، لا تعجزونيش لا تجننونيش. أي حمر ذاني قوي تدتوا لي المسائل الشرعية الدينية التي ستنتفع بها في الدنيا والآخرة، المسائل الفقهية التي ستنفع بها غيركم، حال ما تسيروا لا بلاد إلى ذمار أو إلى يريب لا هارك، وإن قد ماتت بقره
هذا البجرة الذي باتت جر واحد من الطباغ وأخذ الجلد وصار دبغه واستعمله في أي شيء من الجلود. فجاء فقيه من الفقهاء وقال لا يجوز لأنه ميتة، فأنتم تستطيعوا تقولوا له ولو قد كان ميتة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال في قصة شاة ميمونة أو مولى لميمونة، وهذا حديث صحيح متفق عليه. فسيقول لك على زيدي هادوي، وعلماء المذهب الزيدي الهادوي قالوا لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة ولو دبغ 1000 مرة. فستقول له إذا قد درست هنا ورحت لك من الاستنساخ ورحت لك من الأشياء الثانية وحفظت هذا، ستقول لكن قد شاع في البخاري ومسلم حديث صحيح أن النبي قال أيما هاب دبغ فقد طهر. يقول ولكن معنا حديث صحيح وارد في كتب الحديث ووارد في كتب أصول الأحكام وشفاء الأمين الحسين وفي البحر الزخار وفي الاعتصام وفي غيره من كتب الزيدية أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم حديث عبد الله بن عكيم قال كتب وصل إلينا مكتوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا تنتفعوا بأهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. وهذا الحديث موجود في كتاب الاعتصام للإمام القاسم ابن محمد، وفي البحر الزخار للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، وفي كتاب أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان وغيرها من الكتب. كيف وهو أيضا وارد في كتب الحديث أيضا ومذكور في نيل الأوضاع. ماذا سيكون جوابك عليه؟ وبه لمثل هذه المسألة. فإذا حققتم هذه المسألة تستطيعوا أن تجيبوا عنها، وخلوا هذه المسائل الطبيعية لأهل الاختصاص. فقولوا الجواب عليه من عدة وجوه. الوجه الأول أن في سند هذا الحديث الذي قال لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب في سنده انقطاع. ثانيا أن فيه إرسال، لأن عبد الله بن عكيم ليس بصحابي وإنما هو تابعي. ثالثا أن فيه اضطراب، ففي بعض الأحاديث أنه جاءنا مكتوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، وفي رواية بشهرين، وفي رواية ب3 أيام، فهو مضطرب. الرد الرابع أن هذا الحديث بيقول لا تنتفعوا بأهاب، والمراد بالإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ. أما إذا قد دبغ فما عاد يقال ليش أهاب، إنما يقال له جلد. فالجلد أعم، يطلق على الجلد الذي قد دبغ والجلد الذي لم يدبغ. وأما الإهاب فلا يطلق إلا على ما كان جلد غير مدبوغ. إذن فلا معارض بين الأحاديث. هذا بيقول لا تنتفعوا من الميت بأهاب، نقول نعم، لأن الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ. وهذا الحديث بيقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وبناء عليه فهذا الحديث في وادي
وهذا الحديث في وادي آخر. الجواب الخامس: سلمنا أن الإهاب لفظ مرادف للجلد، وأنه يقال إهاب للجلد المدبوغ وإهاب للجلد غير المدبوغ، على فرض أن بعض اللغويين قد قال بهذا، فنقول هو عام مخصص بحديثنا، فحديثنا هذا إذا طبق الإهاب فقد طهر خاص بما قد طبق. وهذا قول لا تنتفعوا من الميت بإهاب عام لما طبق ولما لم يطبق. والقاعدة أنه لا تعارض بين عموم وخصوص، بل يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام في الباقي. فنقول هذا الحديث خاص بما طبق، وحديث أي ما إهاب أو حديث لا تنتفعوا من الميت بإهاب هذا عام، نقول إلا إذا قد طبق فالحديث هذا مخصص، فيعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام في الباقي. الجواب السادس: أنه على فرض أنه صحيح، على فرض أن الحديث ليس فيه انقطاع، وعلى فرض أن الحديث ليس مرسل، وعلى فرض أنه غير مضطرب، وعلى فرض أن الجلد يعم، أن الإهاب يعم كل جلد، وعلى فرض أنه كلهن هذا لا معانا جواب سادس، وهو أننا نرجع إلى الترجيح. إذا تعارض الحديثان فنرجح أحدهما على الآخر، فيرجح ما في البخاري ومسلم على ما في غيره، وعلى ما في خارج البخاري ومسلم، ويرجح ما كان مشهور روي من عدة طرق على ما كان قد روي من طريقة واحدة. فنرد على الهادوي الذي قال أنهم لا ينتفعوا به والذي احتج بحديث عبد الله بن عكي أنه جاءه مكتوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ردينا هذا، عملنا بالحديث الأول الصحيح الذي أجمع العلماء على صحته، وردينا هذا الحديث الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم رسالة أو مكتوبا يقول فيه لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ردينا عليه من 6 وجوه. الوجه الأول أن عبد الله بن عكيم هذا مخضرم وليس بصحابي ولم يلقى النبي. الوجه الثاني سلمنا أنه صحابي، فمعنا وجه ثاني أن في السند انقطاع. الوجه الثالث أن في هذا الحديث اضطراب، لأن في بعض الألفاظ قبل موت النبي بشهرين، وبعض قبل موت النبي بشهر، وبعضها قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب3 شهور. الوجه الرابع أن الجلد المدبوغ هذا وحده، والإهاب لا يدرك في اللغة العربية إلا على الجلد الذي لم يدبغ، فهذا في وادي وهذا في وادي لا تعارض. الوجه الخامس أو الرابع الخامس إذا فرضنا أن الإهاب يطلق على الجلد مطلقا فهو من باب العموم والخصوص، ولا تعارض بين عموم وخصوص، فيعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام في الباقي. فإذا قلت لا تكرم أهل صنعاء ثم قلت اكرم علماء صنعاء، فنعمل بالخاص فيما تناوله فنكرم العلماء،
وباعة العلماء نعمل بالعاء في الباقي، فلا نكرم الموظفين ولا التجار ولا السوقة ولا غيرهم ولا الأطباء ولا غيره، لأنه قال لا فيعمل بالخاص فيما تناول وبالعام في الباقي. الوجه السادس التعارض يرجع فيه إلى الترجيح، وهذا حديث الذي ورد في شاة ميمونة أرجح، لأنه في البخاري ومسلم فهو أرجح. فأيهما أفضل، أن نتكلم عما قاله الفقهاء في هذه الأحاديث أو نتكلم عن شيء ليس لنا علم ولا فائدة فيه؟ وحدثني بالنسبة لقصة الفقيه هذا، كان ألف أحد علماء الحنفية يعني كتاب في كذب فيه القصة وطعن فيها قصة قريتها أنتم؟ إلا الكتاب وريتني طالعته ونسيت. بين أقول لكم هذا الأشياء الذي بين شرف هن مختزنا في جمجمتي وأنا في الفليعي، أما وقدني هانا فما زد اختزنش، بدليل أن بعض الكتب طالعناهن أنا ولا الدكتور ونسيت العدو ذاكر لأن بالكتاب لبعض الحنفية بيكذب القصة هذا، أنا نسيت جالس ذاكر القصة هذا الذي ذكرها ابن خلكان وذكرها محمد فريد وجدي في كتاب دائرة معارف القرن العشرين، والكتب الذي طالعتها تجاه في أيام الشباب وذلايب ما عاد بلسانش وعضا أنتي مسائل فلسفة وقد بيخنسين دلايا الجداد. اليوم نسأل يا قال محمد عندما نسافر نرى البقر مندوبات يعني إذا أصابنا طعم في طول الطريق ما بينتفعون من باب القدارة يعني يستقدرون، وكيف ما بينتفعون انزل جلتها وتيتبع وذبر. فإذا قالوا لك اتلوا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم صحيح بالإجماع، فإذا قال لك فقيه إذا عشي بالفقيه من حق أول هذا ما عبش ما أظن إذا عد بالفقيه من الفقهاء الذي قري والبحر الزخار أو قري شفاء الأواب أو أصول الأحكام أو الاعتصام يقول لكن معنا حديث يقول كذا 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 قد لكم الوجوه الذي ستستطيعوا أن تردوا بها عليه. أنا أقصد من باب الاستقدار فعلا أن يستقدر الإنسان ولا تستقدر واشي ما دوّد بيقت أجازة ولا تستقدروا أبدا. ما عدا كل شيء الجلد قد أكل في أول الدرس أكل الحيط هذا البيت، وعدا تستقدر الجلد الذي أخذه وتخلل البتباغة وتخرجه ويبس ويصبح جلد هكذا. ويبدو بيستغرب ليه الناس ما أخذوش الجلد يعني. إن قد كان من بلاد يريم إلى صعده فالمذهب الزيدي يرص على أنه لا يأخذها في البيت، وإن قد كان في الحديدة أو تعز فلا ندري ما هي العلة. ربما يكون مكلف يعني. ربما بيكلفهم أكثر ما جابهم. قال وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلاء البصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبغى الإهاب فقال طاهرا. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. جاء لنا بالحديث عائشة وجاء لنا بالحديث ابن عباس وجاء لنا من أحاديث أخرى قد روي من عدة أحاديث. هذا إلى هنا ما عبش من عندي حديث، ما عندي إلا ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة، ما عبش عندي حديث، ما عندي إلا باب مستقل. ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل
يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها الغنى طرحها. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك؟ قال مالك إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة. وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. سئل الإمام مالك عن هذه المسألة عن الشخص يجد في الجرن هذا الذي قد احتاطوا عليه مسابل يمكن أن يسد جوعة ابنها ويمكن أنه يأكل الميتة. قال ما قد أقول لش أنه يأكل الميتة رأسا ولا أنه يأخذ من هذه الثمر رأسا، بل أقول أنه إن غلب في ظنه أنهم سيصدقونه أنه ما أكل من مزرعة الغير إلا للضرورة للجوع الشديد فيأكل منه بشرط أن لا يخبي شيء. وهذا قد ورد الأحاديث في هذا، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا مانع من أن يأخذ غير متخذ خبنه، ولكن الإمام مالك ينظر إلى الناس قد فسدوا، لو يفتح لهم الباب كل واحد يقول أنه مضطر، بل بعضهم بشو مضطر يدخل يعيث ويفسد في المزرعة. فهذا بيقول أنا أخشى أن أفتح لها الباب ويفتتح للناس الآخرين ويأخذوا أموال الرعية. لكن إذا قضي الضرورة وقد غلب في ظنه أنهم سيصدقونه ولا يتخذ خبنه فلا بأس، وإلا فيقدم أكل الميتة. كيف قد كانوا الأولين يتحروا على حقوق المخلوق، إلى حتى أن الإمام مالك يقول لا يجوز له أن يأكل ويقدم الميتة إلا إذا عرف من نفسه أنهم إذا رأوه أنهم ما يضربوش أو يدعوا على أنه سارق إذا غلب في ظنه، وإلا فلا يتنازل لأن يها بل يأكل الميتة ولا يهينه ويقول أنها اشترى على حقوقنا وأخذ حقوقنا. وهذا قد وردت بها الأدلة، إلا أن الإمام مالك بيقول وردت الأدلة بأن المضطر يأكل الميتة، ووردت الأدلة بأنه يتخذ غير متخذ خبنة. ولكن الإمام مالك في فصل بيقول كل رعوي ما عاد يصدقش لكثرة الناس الذي بيعتدوا ما عاد بيصدقوا شرعية، عينوا المضطر وعينوا غير المضطر، فلهذا قال أنه يعمل بغالب ظنه. بقول الإمام مالك أحسن ما سمعت، هل يريد يعني
مروي ولا معقول يعني أحسن ما سمع عن مشايخه. المعقول أم المنقول؟ ماشي، ما بيفتوا بمشايخه، يفرق بهذا حين يقول أحسن ما سمعت. طيب يعني لو الإنسان غير مضطر، لو الإنسان مسافر رحلة مثلا وعندهم أموال كذا، لكن مروا بمكان فيه مزارع وأكلوا منها ولم يحملوا، حرام؟ ما إذا هم غير مضطر فلا يجوز أبدا. كتاب العقيقة. هل يعني معاذ إذا ما يأخذ إلا للضرورة، لأن صاحب الحق ما يتنازلش أبدا، ولا ما لو نفتح الباب كل واحد يتغايض وكل واحد يأكل. بيخطوا من عند العنب، بيخطوا من عند البرقوق، من عند البلس، من عند أي شيء، من عند الرومي، من عند كل شيء. ما لو نفتح الباب باب للضرورة. ما قصدش يفتح الباب مالك ابن أنس في المدينة المنورة في عصر السلف، فكيف نفتحه في مثل هذا الأيام؟ كتاب العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في العقيقة. هذا العقيقة في اليمن مش معمول بها، عندنا في سرعة في مصر يعملوها وسط بس مش قليل يعني، مش كثير يعني. عندنا ما يهتمش بها الأغنياء أبدا، أما الفقير فهو عليه فقير ما بيشبعه، لكن الأغنياء ما عرف لهم يهتموا بالعقيقة أبدا، يهتموا بالختان الذي ما ورد في أحاديث، ويسووا وظيفة بمناسبة الختان، بينما العقيقة وردت فيها أحاديث. حتى ذري يحيى عن مالك ما ورد أنه يختن يوم السابع. ما ورد أنه يختن يوم السابع إلا يختن يوم السابع، لكن ما ورد أنهم يذبحوا. وهذا في حق العقيقة ورد على العقيقة أن الإنسان يعق عن ولده، يذبح شاة، إذا هي بنت وإذا هو ذكر فشاتين، يعق عنهما. الأحاديث صحيحة ليس فيها خلاف. حتى ذري يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، وكأنه إنما كره الاسم، وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. كأن النبي قال نسميها هذا نسك، أي الذباحة نسميها نسك، لا وإلا فلفظها عربي والناس كلهم يسموها عقيق. لكن يظهر من كلام النبي أنه كره هذا اللفظ، وقال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. سواء ما دون النبي قد سمى كره هذا الاسم. ما أخذ الاسم هذا؟ العقيقة مأخوذ القطع العقد بمعنى القطع يعني. العقيقة وكأن صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هنا يعق أي يشق ويقطع. الشرح قال هنا يعق أي يشق ويقطع. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، وكان الواجب بظاهر الحديث أن يقال لذبيحة المولود نسيكة ولا يقال عقيقة، لكني لا أعلم أحد من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به. هذا ابن عبد البر، هذا ابن عبد البر في القرن الرابع.
ها؟ كتبت إنه كلام الزرقاني. ماشي بنقول. قال ابن عبد البر وفيه كراهة ما يقبح معنى من الأسماء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، وكان الواجب بظاهر الحديث أن يقال لذبيحة المولود نسيقة ولا يقال حقيقة، لكني لا أعلم أحد من العلماء قال إلى ذلك ولا قال به، وأظنهم تركوا العمل به لما صح عندهم في غير من الحديث بلفظ الحقيقة انتهى، ولعل مراد من المجتهدين، وإلا فقد قال ابن أبي الدم من أصحاب الشافعية يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة، ويكره تسميتها حقيقة كما يكره تسمية العشاء عدمه، وزعم بعضهم أنها بدعة تشبثا بحديث الموطأ ولا حجة في ذلك، ولا لنفي مشروعيتها، وأنها نسخت بالضعيف كما ادعى محمد بن الحسن، فالآخر الحديث يثبتها، وإنما غايته أن الأولى يسمى نسيكا لا حقيقة، أما أنها منسوخة فليست منسوخة. قالوا أن محمد بن الحسن الشيباني زعم أنها منسوخة، وحتى ذريع هذا القول المشهور عند الحنفية. قول مشهور عند الحنفية. إنما مكروه. جيبه. ولذلك رد على المعلمين في ضمن كتاب التنكيل رد على زاد الكوثر على هذه المسألة. سواء هذه من شواذ الحنفي، وإلا فالأحاديث صحيحة. وحتى ذريع عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبي أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بزنا ذلك فضة. هذا الحديث فيه إرساء، لكن وردت حديث بهذا المعنى مسندة، وإلا مالك يروي هذه الرواية عن جعفر، والمراد به جعفر الصادق. إيه لكن انقطع من بعده. مالك وجعفر الصادق في عصر واحد، الإمام مالك والإمام جعفر الصادق في عصر واحد في المدينة المنورة، في آخر دولة بني أمية وفي أول دولة بني العباس. وقد روى مالك عن جعفر، وجعفر الصادق روى الحديث عن والده محمد الباقر، ومحمد الباقر قال وزنت فاطمة، أي محمد الباقر من فاطمة الزهراء بعيد، هذا بينهم نحو قريب 80 سنة. بينهم نفران يعني؟ إيه، جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. ففاطمة حينما ولد الحسن والحسين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن في السنة الرابعة من الهجرة، والحسين في السنة الخامسة من الهجرة، وتوفت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر، وولدها الحسين عاد كان صغير، ثم قام ثم ولد له زين العابدين علي، ثم زين العابدين ولد محمد الباقر. فقد قال أن جدته فاطمة الزهراء عملت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل. هذا مرسل، يسمى مرسل عند علماء الحديث. والمعضل 2. هذا مدري هل هذا محمد الباقر روى عن شخص عن الصحابي أو الأعضاء، قدم 3 يقعوا قد الواسطة كثير. مالك عن جعفر الصادق ابن محمد الباقر عن أبيه
محمد بن علي بن الحسين بن علي أنه قال مرسل وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن بأمر أبيها. ففي الترمذي عن علي قال عك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بكبش وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال فوزناه فكان درهما أو بعض درهم. قد جاء الحديث مسند عند الترمذي. وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة. السنة هنا يعني مجتمع عن التصدق والحلاقة ولا التصدق فقط؟ يعني بمعنى أنها لو ما حلقتش وتصدقت ماشي مجموع كلهم أنها تذبح وفي نفس الوقت تحلقوا للطفل هذا في يوم السابع ويزينوه ما يقول إلا 20 درهم. بعضهم يعني يكون صعب عليه حلاقة للطفل الصغير فساعات يقدر ويتصدق وخلاص ما يحلقش إذا قد كان يعني مريض الطفل أو غيره. هو بيخشى أنه يجرحه أو شيء من هذا لما ما في أيام النبي ما جرى يعني هو نوع من الآن البوس في أيامنا هو أحد من الموس في هذه الأيام. قبلها بيستادش. لكن الناس هم يعني عادوا متوجسين هكذا. يعتبر الشعر هذا أذى أم يطلعون أذى؟ إيه لأن في وسخ تحت وسخ. وبعدها ورد في الحديث ويسمى النبي صلى الله عليه وسلم سب الحسن والحسين في اليوم السابع هذا اسمه. وقالوا يسمى قبل ما تأخذها الألقاء. يعني إذا اجتماع الحلاقة والختان والتسمية ماشي الختان وحده يوم السابع أيضا. إيه لكن حديث مستقل وحده يعني ما بش مانع أنه يأخروا الختاء بس يعني حتى في الإعجاز العلمي في الطب قالوا أنه إذا ختن يوم السابع إن الدم لا يخرج بكثرة مثل أنه لو أخر مثلا أو ختن في أيام متأخرة فإنه أفضل له حتى من الناحية الصحية الطبية. هنا قال محمد بعد يوم السابع يعني لابد أن يكون في الرابع عشر أو 21 أو لا في أي وقت. الرابع عشر منه يعني أسبوعين 10 كذا قلنا لكم أن يوم السابع أفضل إلا إذا رأوا الطفل ما قد يقبلش الختانة فانتظروا لا أسبوع ثاني. يعني أسبوع ثاني ولا ممكن يوم العاشر. كم سن الذبيحة الذي يذبح؟ ما قالش النبي ما قررش كم سنة ما عاد بشي ساعة الضحية. ماشي لا ولا قصة ولا حقيقة ذبيحة ما بش وجه للقياس نذبح ذبيحة اشتق على ده حتى لو كانت أصغر من 6 أشهر وكم زي كده الظاهر ولو شيء. إذا تأخروا فآخرتها يوم السابع وإن قدموا فضلوا. العمل في العقيقة حتى ثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأل أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعك عن ولده بشاة عن الذكور والأناث. ورد هكذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم عك عن الحسن بشاه وعن الحسين بشاه. لا قد ورد حادث قولية أنه يعك عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة فالقول أرجح. فما نقول لم يكن يسأل أحد من أهل عقيقة كيف؟ إذا أعطاها إياها وكذا يعني إذا ابنه تزوج فولدت بنته
وجاء يقول عبد الله بن عمر أن زوجتي قد ولدت واشتي أذبح حقيقة، يقول عبد الله بن عمر سر خذ الشاة الذي عند الرعوية الفلاني. وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. وهذا يقول شاه في الأحاديث ما بينص الله على الشاه. وقد قلت لكم سواء كانت الشاه صغيرة أو كبيرة، والدكتور محمد بيقول على أنه يقاس على الأضحية فلا بد أن تكون جذع من الضأن أو ثني من المعز. قال هذا من باب المبالغة. قال ابن عبد البر كلام أخرج على التقليد والمبالغة، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في الفرس ولو أعطاكه بدرهم، وكقوله في الأمس ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير، لإجماع على أنه لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شذ ممن لا يعتد بخلاف. انتهى. لا بد أن يكون من المعز أو من الضأن أو من البقر أو من الغنم، ولا يجوز أن يكون من العصافير. لا دجاج دجاجة هذاك الدجاج للوالدين أي في المرتبة معلك. الدجاجة هي للوالدة اللي في المرتبة. هذا بيذبحوا باسم العقيقة ويتصدوا ويتولى للجيران. وحتى سني هل صحيح أن العقيقة لا يكسر عظمها ولا يعني ما تكسر إلا من مفاصلها؟ سهل أن لا يكسر لها عظم لأنهم يعني يتشائمون أن عظم الطفل سيكسر أو شيء. ما سمعت بعد. أيوه هكذا. ما نشتي لا شيء حديث. كودنا بالتنابل حقنا. إذا لم يعق عن المولود فهل هناك إذن؟ على الخلاف هل العقيقة سنة أم واجبة؟ قال أهل الظاهر أنها واجبة، وقال الجماهير من العلماء إنما هي مستحبة فقط. الخلاصة أنه ورد من فعل النبي أنه عك